السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ النهارده هنعمل فيديو جديد هنتكلم فيه عن فيديو وعدتكم بيه بقالي فتره طويله، وهو انواع الكونتينرز وايه افضل استخداماتها، وليه الناس بتختار ما بين انواع الكونتينرز سواء كانت ال20 او ال40 او الاوبن توب او الهاي كيوب وهكذا. فالنهارده الفيديو بتاعنا هنتكلم فيه عن انواع الكونتينرز وتفاصيلها. وقبل ما نبدا دخلت كده على اليوتيوب في الاناليسيس بتاعتنا، لقيت تقريبا احنا بنتكلم تقريبا حوالي 86% اللي بيخش يتفرج على الفيديوهات ما بيعملوش سبسكرايب. طبعا دي حاجه مش اجباريه، بس حاجه اكون شاكر ليكم جدا انكم تعملوها وانس ان انا انزل فيديوهات، عشان اعرف احاول انزل فيديوهات اكتر واكتر. ويلا بينا نبدا بدايه الفيديو، وهنتكلم عن الكونتينرز. واحنا قبل كده اتكلمنا عن الثوره اللي عملتها الحاويات او الكونتينرز على مستوى التجاره العالميه، وقد ايه غيرت مجرى التجاره العالميه، وقد ايه خلت ان الشحن البحري هو اقوى انواع الشحن اللي موجوده في التجاره العالميه مقارنه باي نظام تاني. دايما التجاره العالميه او الشحن البحري هو المميز بسبب الفوليومز بتاعته، الكميات اللي بتتحرك عن طريق البحر وكميه المراكب في ايامنا الفتره دي بالذات كبيرة جدا كبيرة جدا، لا تضاهي اي تجارة تانية، سواء كان نقل بري او سواء كان نقل جوي. عشان ما اطولش عليكم في الفيديو هنتكلم بسرعة عن الحاويات وايه نظامها وايه الاختلافات وايه الانواع بتاعتها وانواع واستخداماتها. مش هنتكلم في تفاصيل اكتر من الدايمنشن، عشان خاطر الدايمنشن دي حاجه هنقعد نعيد في ارقام ونزيد فيها. انا عملت فيديو واضطريت ان انا اعيده من الاول وجديد بسبب موضوع الارقام ده. عملت فيديو طول جدا مني بسبب ان انا عمال بتكلم في ارقام، طول في عرض في ارتفاع، طول في عرض في ارتفاع، وما اظنش ان ده يهم حد دلوقتي اكتر من هو يعرف ايه هي انواع الكونتينرز، وليه انا ممكن استخدم حاويه 20 او 40 ستاندرد، وليه ممكن استخدم حاويه 20 او 40 اوبن توب. لو انت بقى عايز الدايمنشن وعايز تعرف التفاصيل عشان تحطها ريفرنس عندك، في احسن ناس نزلت PDF فيها كميه تفاصيل مفيده جدا، وهم الخط الملاحي الكبير قوي اسمه هافاجلايد. هافاجلايد هو من اكبر الخطوط الملاحيه اللي موجوده في العالم، وعندهم زي PDF كده، يا اما هتخش على الويب سايت بتاعهم وتكتب تدور على PDF بتاعه كونتينر سبيسيفيكيشن، او ممكن تبعت لي على الايميل ابعت لك PDF على طول دايركت على الايميل. لو بعت لي على عمرو amrshweel@gmail.com، ده هتلاقيه انا كاتبه لك في الديسكربشن تحت لو عايز تبعت عليه، واحط لك اللينك بتاع برده الهافاجلايد لو عايز تعمل داونلود دايركت من على الهافاجلايد. ونبدا باول 3 انواع حاويات، وهما الحاويات الدراي. الحاويات الدراي الستاندرد او بيسموها جنرال بروبوز او جنرال كارجو اللي بتحمل جواها. يعني ايه جنرال كارجو؟ يعني ممكن احط فيها جواها اي نوع بضاعه، اي نوع بضاعه مش محتاج معامله معينه، او محتاج درجه حراره معينه، او محتاج طريقه تحميل معينه. هي عباره عن بوكس. احنا عارفين الكونتينر هو عباره عن بوكس مقفول ليه بابين بتفتحهم وبتحمل البضاعه جوه. احنا عندنا الانواع اللي دايما هتلاقيها متعارف عليها هي الحاويه ال20 والحاويه ال40. ده تقريبا زي التايب بتاع الكونتينر. الحاويه ال20 نقول عليها 20 دي هي 20 فيت 20 قدم، وال40 40 قدم. فاحنا لما هنيجي نتكلم عن الدراي اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي هيبقى في عندنا 20 و40 و40 هاي كيوب. الفرق ما بين ال20 وال40 هو طبعا الطول، الارتفاع ما بيفرقش حاجه خالص. بعد كده عندنا ال40 هاي كيوب، هو بتبقى ارتفاعها اعلى كام سنتي عن ال40 العاديه. وتقريبا التسعير او الاسعار ما بين ال40 الستاندرد وال40 الهاي كيوب ما بتفرقش حاجه، تقريبا بيبقوا نفس الارقام لان هو نفس البوكس. وتقريبا هتلاقي الافيلابيلتي اكتر موجوده لل40 هاي كيوب عن ال40، بما ان اوريدي لما هوفر لك سبيس اكتر جوه الحاويه هيكون اختيارك ليه هو الافضل، انك هتطلع كميات اكبر. وطبعا الشحن كل ما الكميه كترت في نفس الحاويه ومبيعاتي زادت او البرودكت بتاعي زاد جوه الحاويه، كل ما كان الكوست بتاعت الشحن بتاعتها تعتبر رقم ضئيل جدا. بعد كده عندنا ال20 اوبن توب وال40 اوبن توب. انا ليه ممكن استخدم حاويه اوبن توب في الاساس؟ عندنا حاجتين ممكن تخليك تختار انك تحمل في الحاويتين، او حاويه ال20 اوبن توب او ال40 اوبن توب. زي ما احنا اتفقنا في 20 و40. فبالنسبه للاوبن توب وهي الفتحه او فتحه سقف الاوبن توب دي، معناها ان هي السقف بتاعها مفتوح. الفكره ان انا ممكن احمل بضاعه جوه تكون ليها بروز، يعني لما اجي احملها حتى الارتفاع بتاع البوكس ال40 هاي كيوب اللي اتكلمنا عليه مش هينفع، هتطلع وهيبقى ليها هتبقى بارزه عن الحاويه، فبضطر ان انا احملها في 40 اوبن توب عشان اعرف احط البضاعه بالشكل ده. وفي نوع بضاعه تاني انا ما اعرفش احمله في المخازن عندي غير ان هو يتحمل من فوق، ما اعرفش ادخله بشكل مستقيم رغم ان هو ملوش بروز، بس انا نظام التحميل بتاعي انا بحمل البضاعه من فوق.
فبالنسبه لي بتبقى اسهل، لان انا ما عنديش المعدات مثلا الكافيه اللي تخليني اعرف احمل الحاويه بطريقه عاديه، ان انا ادخل البضاعه كده كفورك ليفت، او الادوات بتاعتي مختلفه، او نوع البضاعه نفسه ما ينفعش ان هو يتحمل بشكل افقي، لازم ينزل من فوق. فبيبقوا على الاختيار ان انا عايز 40 اوبن توب او 20 اوبن توب، على حسب طبعا كميه البضاعه او الحجم بتاعها. فعندنا نوعين، يا اما انا عندي البضاعه هتبقى بارزه من الارتفاع، فانا هضطر ان انا احطها واحملها، فهتبقى ليها مش عايز حاجه يكون ليها سقف عشان خاطر اعرف احطها، او ان انا طريقه تحميلي اصلا بتعتمد ان انا احمل من فوق او انزل البضاعه او اصطف البضاعه وارتبها من فوق. عندنا بعد كده النوعين التانيين هما ال20 فلات راك وال40 فلات راك. الفلات راك دي بتوفر لك انك ممكن تعرف تحط بضاعه ليها بروز من الجنبين او من الارتفاع. هنزل لكم، هتلاقي في صوره نزلت عن كل حاويه شكلها عامل ازاي. بتبقى الطول تقريبا واحد، الفرق ما بين ال20 وال40 هو الطول، ولكن هي مفتوحه من الجنبين ومفتوحه من السقف. فطبعا بتديني فرصه ان انا لو عندي بضاعه ليها بروز من الجنبين اعرف برضه احطها، او ليها بروز من الارتفاع برضه اعرف احطها. وحته صغيره كمان، الفرق ما بين او اللغه اللي احنا بنستخدمها حاجه اسمها انجيج واوت اوف جيج. انجيج يعني البضاعه هتبقى جوه الحاويه ملهاش بروز، اما اوت اوف جيج البضاعه ليها بروز سواء من الارتفاع او من اليمين او الشمال. وعندنا نوع قبل الاخير وهو الريفر. التلاجات دايما بتستخدم من اسمها ان هي بتحاول انك توصل درجه حراره معينه لبضاعه ممكن تتلف لو حطيتها في حاويه دراي. بمعنى ان انا دلوقتي عندي الخضار ده لو اتحط في حاويه عاديه مع عوامل درجه الحراره او مع الاملاح اللي موجوده في الجو او مع الرطوبه، البضاعه نفسها تبوظ، فبضطر ان انا احطها في حاويه ريفر. في عندنا حاجات مجمده، حاجات بضاعه او فروتس او فواكه مجمده ما ينفعش تحط في حاويات عاديه عشان احافظ على درجه تجميدها عشان تعرف توصل للديستنيشن بنفس الهيئه بتاعتها. او بضاعه بتحتاج درجه تهويه مش تسقيع، مش ان انا اسقع، فهضطر ان انا برضه احطها في ريفر عشان خاطر اشغل حاجه اسمها الفنتيليشن، تبقى في مجال للتهويه جوه. واخر حاجه وهي التانكات. التانك ده عباره عن من اسمه كده، ده اللي بتحط فيه السوائل او الحاجات الغازيه اللي ممكن تتحول لمرحله سائله. التانك ده عباره عن حاويه 20 بيبقى جواها عباره عن بوكس كده مفرغ، وجوه محطوط جواها التانك. استخداماتها مش كتيرة قوي، بس هتعمل الشركات اللي هتلاقيها العلاقة بكده البترول، شركات مثلا زي ايرليكيد بيحتاجوا هي نفس التفاصيل دي او بيحتاجوا الحاويات دي، بس بتدور على الافيلابيلتي بتاعتها في اكتر من ديستنيشن عشان خاطر دي مش متوفرة جدا زي مثلا الدراي او زي الريفر او زي الفلات راك. بس وقبل ما اختم الفيديو عايزين بس نختبر برضو حتة كده. في حاجة اسمها تيو وفيو. تيو اللي هي حرف تي اي يو، والفيو اف اي يو. ايه هم دول او ايه المعيار ده؟ لكل اللي شغالين في مجال الشحن عارفين ان التيو ده هو تقريبا ده معيار قياس الفوليوم بالنسبه لاي حد شغال في الشحن. التيو هو 20 equivalent unit. 20 equivalent unit. اما الفيو هو 40 equivalent unit. ال 20 equivalent unit هي الحاويه ال 20 وال 40 equivalent unit هي الحاويه ال 40. الاثنين بنستخدمهم عشان خاطر نقيس او بتبقى عندنا زي العمله بتاعه الشحن. ان انا دلوقتي لما اقول لك انا شحنت كام في السنه، معظم الوقت احنا ما بنتكلمش خالص عن الفيو، احنا بنتكلم بلغه التيو، لان احنا بنحسب الحاويه ال 40 كانهم حاويتين 20، فلما تبقى حاويه 40 بنقول عليها 2 تيو. فدايما هتلاقي في التعامل لو انا عايز اقيس او انا عايز اشوف انا عملت فوليوم قد ايه في السنه، بقول احنا عملنا كام تيو في السنه. ودي اللغه المعروفه او الدارجه في قياس كميه او فوليوم الشحن اللي انا عملته خلال السنه او خلال الكوارتر للشركات اللي دايما بتهتم بالداتا اناليسيس. يا رب اكون فدتكم، والفيديو كده يعتبر خلص. لو احتجت مني اي حاجه احنا عارفين هتبعت لي على الايميل، هسيب الايميل بتاعي في الديسكربشن، تقدر تبعت لي هرد عليك خلال 24 ساعه، وممكن قبل كده لو قدرت او شفت الايميل بتاعك. شكرا، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. سلام عليكم.